تعالى يا فادي، بابا اهو. ازيك يا ابني؟ اخبار حضرتك ايه؟ نزل ايدك يا عم انت. ابوك ايه يا نور؟ هو انت كل دوت بتخفليني وبتضحكي عليا وخلاني ضارب المشوار ده عشان اجي الاقي ابوكي شغال ستيور وبيركب بتاع الترابيزات؟ فادي ما تتكلمش كده مع بابا، وبعدين ما هو اللي رباني وكبرني وخلاني معاك في الكليه، يعني مش فارقه هو معاه ولا ما معاهوش. هو اللي كبرك، لكن انا مالي؟ بتضحكي عليا ليه؟ ده انت قلت لي بابا عنده وعنده وعنده. هو انا هحط ايدي في ايد راجل زبال يا نور؟ ما تقولش عليه زبال، الزبال ده احسن منك ومن عيلتك كلها. لا بقول لك ايه بقى، انت كده زودتها خالص. ابوكي دوت زبالش بقى بيه، لكن انا مش عاوزك ولا اصلا ممكن ابص لك ولا ابص لابوكي، اشبعوا ببعض. يا ابني الشغل مش عيب ولا حرام يا ابني، ده يا بنت اللي انت كنت عايزاه. انا اسفه يا بابا اللي انا حطيتك في الموقف ده، بس ما اعرفش ان فادي هيطلع مادي قوي كده. شفت انا قلت لك ايه؟ لك حاجه تانية يا استاذ نور؟ ازيك يا عم جابر؟ الله لا يخليك الله يا استاذ يكرمك نور، يا رب. انت فين؟ مش باين من زمان. موجود والله يا عم الله جابر. يخليك يا استاذ نور. كنت عايزك في حاجه يا عم جابر بعد اذنك. اؤمر. انا عايز العبايه دي. ليه انت ما عندكش هدوم ولا ايه؟ لا انا عندي هدوم، بس انا عايز اعمل بيها حاجه كده، وهي الحل الوحيد ليا دلوقتي. ايه الحاجه دي يا استاذ نور يعني؟ انا هبقى احكي لك، بس ايه، اديني العبايه. ماشي يا استاذ نور. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا يا عم جابر. يلا تعالى بينا. فين؟ ماشي يا استاذ نور. اتاخرت عليك يا بنتي. ايه ده يا بابا؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ولسه لما البس الطاقيه. ما شاء الله، ليه كل ده؟ انا مش فاهمه. فاكره الولد اللي انت حكيتي لي عنه؟ اه فادي. فادي. بصي احنا هنعمل له اختبار ماشي ونشوفه ان هو مؤهل ان هو يبقى عريسك ولا لا. ماشي، بس انت هتعمل له اختبار ازاي بقى بالحاجات دي؟ اسمعي كلام ابوكي، وابوكي دايما على حق. تمام اللي انت شايفه. تمام يا بنتي. بصراحه انا مش عارفه اقول ايه، يعني لولا اللي انا جيت لك من الاول وخدت مشورتك وانت اللي قلت لي اللي احنا نعمله فيه الاختبار ده، انا كنت زمان اتدبست في فادي وما كنتش اعرف عنه اصلا اي حاجه. كنت مفكره ان هو بيحبني، اتاري جاي اصلا حابب الفلوس اللي عندنا وحابب كل ده يا بابا. دايما الاب شايف حاجات انتوا مش شايفينها. اكيد. يا رب الدرس ده يكون علمك. اكيد يا بابا، انا اسفه جدا. يلا بينا. كده روقت العربيه خليتها اسنجة انت مفتاح العربيه يا ابني. خير بس يا استاذ، مالك فيه متنرفز ليه؟ وانت مالك في ايه يا عم؟ انا متنرفز ليك فيه. خلاص يا بيه، طيب اتفضل. ممكن بقى تراضيني عشان انا لمعت لك العربيه، بص خليتها لك بتبرق. طب انا معيش فكه دلوقتي، لما اجي في وقت تاني لا يا هتراضيني. بيه لا يا بيه راضيني عشان قلت لك لما اجي في وقت تاني، ما خلاص في انت ايه؟ مالك يا باشا زعلان ليه يعني؟ هو استاذ نور زعلك في حاجه؟ هو مين استاذ نور ده؟ استاذ نور صاحب الهلمه دي كلها وصاحب الكافيه، زعلك في حاجه؟ صاحب هلمه؟ أنا مش فاهم حاجه. مش استاذ نور دوت عامل نظافه؟ عامل نظافه؟ طفل من بقك يا جدع، ده صاحب الكافيه ده كله بنته وكل الحكايه ان هو صاحب الكافيه هنا. انت ايه يا جدع؟ انت ايه شارب حاجه ولا في حاجه في دماغك؟ يعني انت عاوز تفهمني اللي انت شغال عند استاذ نور؟ شغال عند استاذ نور، الحاج نور. يا نهار اسود. ده ماله ده مبرشم ده ولا ايه؟ المهم يا بنتي ما تكونيش زعلانه. لا يا بابا هزعل ليه؟ نور، عامله ايه؟ انا جيت لك تاني اهو، ما هنش عليا اللي انا اسيبك ولا اسيبك يا حاج والله. هو مين ده؟ هو ده فادي. ده فادي اللي كان واقف معانا من شويه. هو في حاجه يا حاج ولا ايه؟ لا يا حبيبي. الله اكبر عليك، تيشيرتات براندات برضه وكوتشيات. ايوه كده يا جدع، هدوم ايه ديت اللي تلبسها؟ خليك بالشياكه دي. حلوه الدخله دي. على ايه دخلة ايه؟ دخلتك علينا. ايوه طبعا، هو انا ليا غير نور يا حاج؟ نور منور علينا. ايوه والله الحمد لله. المهم بقى، هنكتب الكتاب امتى؟ انت محتاج ايه بقى؟ مش انا طالب ايد نور يا حاج؟ حبيبي انا كنت هعمل لك اختبار وانت فشلت فيه. يا حاج ماشي، المسامح كريم، يعني انا برضو ما كنتش اعرف. حط نفسك مكاني طيب. ربنا كريم بس انا مش كريم معاك. طب انا عاوزك تحط نفسك مكاني طيب يا عم نور، وانت تحكم. يا حبيبي اتكل على الله، خلينا بس قاعدين انا وبنتنا كده، ولو عايز تشتغل في المكان مفيش مشكله. يعني انت شايفه كده يا نور؟ اكيد انا شايفه اللي بابا شايفه. تمام تمام يا حاج. انت محتاج شغل ولا حاجه؟ لا لا لا، انا مش محتاج حاجه، شكرا. بابا اشبع بيها. ممكن تشغلوا عندنا جناين في الفيلا بتاعتنا. لا لا لا، انا مش عاوز اشتغل، ومسيرك هتجيلي برضه. انت بتحلم. اقعدي يا بنتي اقعدي.